مساء الخير. النهاردة هنعمل أكتر وصفة شائعة وأكتر وصفة مصرية شرقية، الكبدة الإسكندراني. النهاردة هنعملها بطريقة بسيطة جدا وهتطلع أحلى من الجاهزة بكتير. أنا متأكدة بعد الفيديو ده هتعتمدوا الطريقة دي. أول حاجة بقى هنيجي ندبل الخضار اللي هندبل بيه الكبدة، هو الثوم والليمون. وبعد كده هنقول البهارات بعد شوية. أول حاجة 3 فصوص توم حوالي يعني كده، وليمونتين كبار وهنعصرهم. التوابل معلقة صغيرة كمون وفلفل أسود وشطة اللي حابب يحبها سبايسي، ومعلقة صغيرة ملح أو على حسب الرغبة يعني. وهنقلبهم كلهم كده وهنحطهم على الكبدة نسيبها كده 10 دقايق في التتبيلة لغاية لما نروح أقطع الفلفل الرومي. وهجيب بقى بعد كده طاسة على النار، هنحط فيها 3 معالق كبار زيت وهنسيبها تكون سخنت جامد عشان آه الكبدة تنزل فيها تاخد صدمة كده وما تنزلش مية. ولازم يكون برضو حاجة مهمة، لازم تكون الكبدة على قد الطاسة عشان ما تكونش كبيرة والكمية صغيرة هتنزل معاكي مية. يعني انا هنا الطاسة على قد كمية الكبدة اللي انا عاملاها بس كده. وهنديها تشويحة وبعد ما تبقى تتشوح بقى وطبعا وتستوي هنزل بقى بالفلفل الرومي. وبصوا شكلها يا جماعة، وطبعا سلطة الطحينة عايزة اقول لكم ريحتها جايبة لاخر البيت. يا رب يكون الحلقة عجبتكم، وباي باي.